ماشي بالأمانة كده التليفون دوت كويس خلاص قاعد جنبه قاعد كده ده من بعض ماشي بس ما اديتش اتفق على الله قاعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى ضلاله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسلطانه السميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات شكرا. فلا يشغله سمع عن خلاص يا سمع نبأ. ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين في لا سؤاله ما عشان التليفون ده محطوط هيتهز فيا حي يا مش عايز حد قيوم يستعمل التلاجة. يا من يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ويا من لا يشغله سمع عن سمع
ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. البصير يرى دبيب النملة السوداء وما هو أدق منها، وإن كانت تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه إلها واحدا أحدا فردا صمدا، جل عن الأشباه والأمثال، وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لحكمه، ولا معقب لأمره. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو الآثم؟ أدعوك رب كما أمرت ضراعة، ولئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك، ثم إني مسلم. وأشهد أن سيدنا وفخرنا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا الخير كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، وأمين الله على وحيه، وخيرة الله من خلقه، أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، فخاطبه قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعرفنا بنفسه صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم. وأرسله الله عز وجل إماما للمتقين، وأرسله حسرة على الكافرين، وأرسله حجة على الناس أجمعين. فلم يزل صلى الله عليه وسلم ماضيا بأمر الله لا يرده عنه راد، مشمرا في مرضاة الله لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته صلى الله عليه وسلم ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وسارت دعوته صلى الله عليه وسلم مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. ثم استأثر الحق تبارك وتعالى بحبيبه ونبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استأثر به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله على يديه الغمة، وترك أمته أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، على المحجة البيضاء الواضحة البينة السالكين ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال كما أمره الله أن يقول: قال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله حق قدرك ومقدارك العظيم، وحتى نحظى بشفاعتك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. ما من طريق خير الا ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرنا باتباعه والسير اليه وانتهاجه، وكان أسبق خلق الله عز وجل إلى ما يرضي الله عز وجل، وتتحقق فيه صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة التي أخبرنا عنها ربنا عز وجل في قرآن يتلى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكلب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: أنا زعيم، يعني ضامن، فإنما هو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حين يقول لك أيها المؤمن: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة، في فناء الجنة، في داخل الجنة، أي أنه صلى الله عليه وسلم ضمن لمن اتصف بهذه الصفة الطيبة أن يكون من أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من يا رسول الله؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء إخوة الإيمان والإسلام هو الجدال الذي لا قائل منه، الذي لا فائدة منه، الذي لا خير يرتجى منه. لذلك حرمه الله عز وجل لمن أنعم الله عليه بفريضة الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهى عنه الحق تبارك وتعالى ذلك المراء وذلك الجدال في أطهر بقاع الأرض وفي أحب بلاد الله إلى الله وفي أحب بلاد الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن الحج بمكة المكرمة حفظها الله وصانها، ببيت في ربض الجنة. والبيت هو المكان المعد للحياة السعيدة الطيبة، بيت مقام على التوحيد هدية من الخالق عز وجل لعبد قد اتصف بهذه الصفة الطيبة بأنه ترك الجدال وترك المراء وإن كان على حق، واحتسابا لله عز وجل. وببيت في وسط الجنة في مكانة أعلى ومكان أعلى ومكان أسمع. لمن ذلك المنزل يا رسول الله؟
لمن ترك الكذب وإن كان مادحا، وكيف لا؟ وقد بغض الله تبارك وتعالى صفة الكذب إلى من صلح الله حاله وصلح قلبه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يتصف قبل أن يختار نبيا وخاتما للأنبياء وسيدا للرسل؟ إنما كان في أهله وفي قومه الصادق الأمين. هذا قبل أن يصطفيه الله عز وجل خاتما للأنبياء وسيدا وإماما لهم. هذه صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يصل الصادق إلى هذه المنزلة وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكذب والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن. الكذب والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن، فلا تجد كاذبا مؤمنا حق الإيمان، ولا تجد عبدا أنعم الله عليه بنعمة الإيمان الخالص الصادق لله عز وجل يقترف هذا الإثم وهذه الكبيرة، كبيرة الكذب. فلا تكتب الكذبة كذبة حتى تكتب الكذيبة كذيبة. الإيمان إذا كان في قلب المؤمن فإنه يطلب منه هذه الصفة، فلا يجتمعان في قلب مؤمن أن يكون مؤمنا وأن يكون كاذبا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه أمته ويربيهم على الصدق، ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم اسلوب تحذير شديد اللهجة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. أعاذنا الله وإياكم ووالدينا من النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فنسأل الله عز وجل أن يكتبنا عنده من الصديقين ومن الصادقين، الذي أمرنا وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع النفس. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أهليكم وفي عملكم وفي قولكم وفي عملكم وفي سركم وفي جهركم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الصغار والكبار. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد، فتتقوا الله في كل صغيرة وكبيرة حتى تبلغ درجة التقوى. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس، يدع ما لا بأس به خوفا وخشية من أن يقع في محظور، فهو يتقي الله، يجعل بين غضب الله تبارك وتعالى سترا ووقاية، ويجعل بين عذاب الله وغضبه وناره في الآخرة سترا ووقاية، فهو يتقي الله في سره وعلانيته، في عدله وغضبه، في
يسره وعسره، مع الصغير والكبير والقليل والكتمية. هذا شأن العبد المؤمن. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وببيت في أعلى الجنة. والله ما أعظمها من مكان وما أعلاها من مكان أن تكون في بيت أعد لتكريمك وتشريفك في أعلى الجنة، والذي أعده لك هو الله عز وجل هبة منه وتفضلا عليك. أين هذا البيت؟ في أعلى الجنة. لقد شوقتنا يا رسول الله. لمن يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه. حسن الخلق الذي امتدحه به الحق تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، امتدح به نبيه فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب المثل الأعلى في حسن الخلق مع من آمن به ومع من كفر به صلى الله عليه وسلم. فكم عفى عن مسيء، وكم أصلح من موجه بأمر الله تبارك وتعالى، وكم نصح للأمة، فاستحق أن يكون سيدا وإماما للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، الذي يبين لنا أن الهدف الأسمى من رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الغاية العظمى من مبعثه صلى الله عليه وسلم أن يحسن خلق الناس جميعا. فيقول صلى الله عليه وسلم في عبارة واضحة صريحة سهلة مفهومة، يقول: إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الهدف الأسمى هو أن يحسن الناس في أخلاقهم، فكان في هذا الأمر خير قدوة وخير أسوة، كما وصفه ربه عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بنعمه الكثيرة العظيمة، وأن ينعم علينا ويتفضل علينا بأن ندع المراء والجدال الذي لا طائر منه، وأن يتفضل علينا وينعم علينا ويرزقنا لسانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا لله طائعا عابدا، وأن ينعم علينا بحسن الخلق حتى نكون في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ترك المراء والجدال، ويا من صدق قلبه ولسانه وصدقت جوارحه، ويا من حسن خلقه ليكون خير قدوة وخير أسوة لأمته. قلت وقولك الحق: التائب حبيب الرحمن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق، وأشهد أن النار حق، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أوصي نفسي عباد الله وإياكم بتقوى الله فاتقوه حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار وتقوى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى بدأ بأمر عميم، بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما ومحبة لك منا يا سيدي يا رسول الله، حتى نلقاك على الحوض المورود الذي من شرب منه شربة فلن يظمأ بعدها أبدا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويبقى في النعيم مقيما. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا مشيت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. وقل بالليل وادعو الله لربك بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وعند الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، كذا عند الصراط ترى ضياء ببركات الصلاة على محمد، وعند القبر سوف تراه نورا بأنوار الصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد، وفي 10 يصلي الله 100 فداوم بالصلاة على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فلا تبخل وصل على محمد، وفي 1000 عليك النار تحرم فعجل بالصلاة على محمد. ولا تدع الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا تغفل عن الصلاة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا تدع الصلاة عليه أبدا، فما أحلى الصلاة على محمد. ولا نترك رسول الله أبدا، وهيا بنا نصلي على محمد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد في أعلى علمين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يأتيها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا هو اللي حط كده الله. عشان بس بيصور الناس، يعني انت بص صورتك هي طالعه. سيبه انا هخلي الناس. تقييم واعتبار رحمة الله. طيب صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أقرب ما يقول العبد من ربه وهو يصلي فأكثر الدعاء. تقبل الله منا صلاتنا جميعا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هناك كوباية هناك 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 في الثلاجة الثانية.
حملتني أمانة صعبة. حملتني أمانة صعبة، تقبل الله مني. حملتني أمانة صعبة. يا رب.